سنة 2022 نزل فيلم في السينمات الأمريكية اسمه توب جان، والبطل اللي فيه هو توم كروز. الفيلم بيتكلم عن مهمة تكاد تكون مستحيلة لكن لازم تتنفذ قبل فوات الأوان. في دولة معادية لأمريكا بتخص باليورانيوم في منطقة جبلية صعبة جدا حد يوصل لها ويطلع منها سليم، ومطلوب من سلاح الطيران الأمريكي ينفذ المهمة دي ويخرج خلال 3 دقايق. وهنا الجيش الأمريكي يقرر إنه يختار النخبة من سلاح الجو هم اللي يقوموا بالمهمة دي. صناع الفيلم كانوا مذاكرين السيناريو العسكري ده كويس قوي، والسيناريو ده هو مشابه عند الجيش الامريكي للضربه دي. انت متخيل بقى ان اللي حصل في الفيلم ده سنه 2022 بيحصل النهارده في الحقيقه؟ يوم 22 يونيو بالتحديد الساعه 3:45 دقيقه في الفجر، سلاح الجو الامريكي يبعت القاذفه النوويه بي 2 سبيريت للمجال الجوي الايراني عشان ترمي 12 قنبله خارقه للتحصينات على مواقع لتخصيب اليورانيوم في منطقه فوردو شرق طهران. وبعدها سلاح البحريه يبعت تعليمات لغواصه نوويه في مضيق هرمز انها تضرب 30 صاروخ طراز تلم على اهداف في نضز واصفهان. يعني حرفيا نفس المشهد ده بالظبط هو اللي كان في الفيلم. انا النهارده مش جاي اكلمك عن فيلم الاكشن، اللي جاي ادردش معاك فيه هو يا اما بدايه النهايه يا اما بدايه سلام عمرنا ما كنا نتخيله. امريكا خلاص ضربت ايران، يعني امريكا رسميا دخلت الحرب وقصفت المفاعلات النوويه الثلاثه الكبار اللي في ايران، واللي كنا بنحذر منه بقالنا ايام وكنا خايفين انه يحصل حصل دلوقتي، وامريكا دخلت الحرب. كل الحشد العسكري اللي كلنا كنا بنشوفه والناس كانت بتقول عليه ده مجرد مناورات بين امريكا ودول اوروبا، كان فعلا كل ده بيتجهز عشان الضربه دي. وحاليا الاخبار مقطوعه من عند ايران، الانترنت فاصل وشبكه الكهرباء كلها يعتبر فاصله وما نعرفش اي حاجه عنها، ومش قادرين نتوقع هم الامريكان استخدموا قنبله نوويه تكتيكيه ولا قنبله عاديه. بس اللي كان مفاجئ بالنسبه لي هي تصريحات ترامب بعد الضربه على طول طلع يفتخر بيها ويعظم فيها على الموقع بتاعه تروس سوشيال، وقعد يقول ان مفيش جيش في العالم يقدر يعمل اللي احنا عملناه النهارده في ايران، ودلوقتي وقت السلام، يا اما هيقبلوا بيه يا اما هنكمل بالمنهج ده. ترامب بيتكلم على سلام بعد ما قصف مشروع ايران النووي اللي بتبني فيه بقالها اكتر من 35 سنه. هيكون في سلام في المنطقه؟ اللي محتاجين بقى نساله دلوقتي يا ترى رد فعل ايران بعد الضربه دي هيكون عامل ازاي؟ هل اللي حصل ده ممكن يجرنا كلنا الحرب؟ حرب مش هيكون ليها اول من اخر ويجر رجل دول الخليج وعلى راسهم السعوديه للمعركه دي؟ ده بقى اللي جايين نلخصه مع بعض في حلقه النهارده من الفيلم. بعد الكارثه اللي حصلت النهارده الفجر، الكل بقى خايف من رد فعل ايران. هي ايران هتعمل ايه؟ ايران هتسوي ايه؟ محدش عارف، والعالم كله راح مسك ورقه وقلم وقعد يحسب في تكاليف غلق مضيق هرمز. اللي ما يعرفش مضيق هرمز ده حاجه كده شبه قناه السويس عندنا. الخليج ده يعتبر نفط المنطقه العربيه كلها بيعدي منه، يعني مفيش نقطه بتطلع من دول الخليج الا ولازم تعدي من المضيق ده. فضرب حاجه زي كده يعتبر كارثه، وممكن اسعار برميل النفط تنط من 70 دولار ل 200 و300 دولار. اللي بقوله لك ده كفيل انه يشيل حركه الصناعه والنقل في العالم كله، والناس ممكن تخش محطات البنزين ما تلاقيش بنزين، زي اللي حصل في امريكا سنه 73 لما دول الخليج كلهم قطعوا عنها النفط هي واوروبا عشان بتساند اسرائيل ضد مصر في حرب 73. حد يقول لي يا عم ما تافورش مش للدرجات، اقول لك لا للدرجات. اسمع كده البيانات دي، المضيق ده بيعدي منه يوميا 45 مليون برميل نفط بيتصدروا لكل انحاء العالم، 23 مليون برميل منهم جايين بس من السعوديه والكويت والعراق والامارات. يعتبر 86% من صادراته النفطيه للشرق الاوسط بتعدي منه. النسبه اللي قلتها لك دي بتمثل نص الطاقه اللي بتخدم نص الكره الارضيه، ده غير اكتر من 90 مليون متر مكعب غاز بيمر من المنطقه دي، يعني تقريبا 20% من احتياج العالم كله من الغاز الطبيعي بيعدي من هناك. شويه الاحصائيات اللي قلتهم لك دول يعني على بعض معدين التريليون دولار سنويا. ده انا كل ده ما ذكرتلكش بقى الحاجات اللي بتمر زي الحبوب وزي خام الحديد والاسمنت. ده غير بقى عندك ان المضيق ده البحري لو حصل له اي حاجه في 7 دول في الشرق الاوسط اللي هم سواحلهم على الخليج مش هيوصل لهم اي حاجه، واكتر من 23 دوله مستقبله من ال7 دول دول مش هيوصل لهم اي صادرات. عشان كده بقى ايران مخليه موضوع مضيق هرمز ده اخر كارت تلعب بيه، ومش هتطلعه خالص ولا هتفرط فيه دلوقتي، حتى برضه لو منشاتها النوويه ضربت من امريكا مره واثنين وثلاثه. نيجي بقى للضربه نفسها، مش بعد الضربه دي ممكن يكون في اي تسريب اشعاعي يبوظ الدنيا؟ الحقيقه صديقي ان حاجه تتسرب من المنطقه دي ده صعب جدا، حتى لو حصلت مش هتكون مؤثره قوي لانها اصلا مواقع محصنه تحت الجبل، ومفيش غير مفاعل نووي واحد بس هو اللي في ايران اللي لو اتصاب هيسبب كارثه بيئيه اخطر من تشيرنوبل اللي حصلت في روسيا. المفاعل ده هو مفاعل بوشهر، وقصفه ممكن يؤدي ان هو يعمل سحابه اشعاع
تقضي على الحياه في دول الخليج. طب ليه امريكا ما تستهدفش مفاعل بوشهير ده؟ ما كان زمانها حققت اللي هي عايزاه، لان المفاعل ده ولا هيتضرب ولا عمره هيتضرب، لان هو ما ينفعش اصلا يتضرب، عشان هو اولا مفاعل سلمي ملوش اي علاقه ببرنامج ايران لتخصيب اليورانيوم النووي. ثانيا مستحيل ولا امريكا ولا اسرائيل يجوا جنبه، عشان ده ضرر مباشر لدول الخليج، وده مستحيل يحصل. لكن الخطر الحقيقي هو في التاثير السياسي والاستراتيجي من ورا الضربه دي. احنا كنا دايما نسمع ايران ان هي بتقعد تهدد لو امريكا اتدخلت هنقصف كل قواعدها البحريه وكل قواعدها اللي موجوده في الخليج، لكن كلنا عارفين ان مع مقتل جندي واحد امريكي في القواعد دي من صواريخ ايران، ده هيجر المنطقه كلها الحرب، محدش يعرف يتوقع ولا نتائجها ولا احداثها، خصوصا مع وجود احتماليه لتدخل حلفاء ايران زي روسيا والصين. طب ما برضه يا جدعان، ما هي لازم برضه ايران ترد على اللي حصل ده وتسترد كرامتها، هي مش هتقف تتفرج وهي بتتضرب. بص يا صديقي، النظام الايراني دلوقتي خسر هيبته ومواقعه العسكريه والحساسه اتضربت، المواقع النوويه ومفاعلاته اللي كان دايما بيهدد بيها اي حد يقرب له كلها اتضربت. بس انا وانت عارفين ان الضربه دي هي مهينه واهانه كبيره جدا لايران، ويعتبر يعني بنسبه 90% برنامجهم النووي وقف او على اقل تقدير اتعطل لمده سنه مثلا. فلو النظام الايراني اختار ان هو ما ينفذش التهديد ده، فدي هتكون نهايته سياسيه، والبديل ان هو يعمل الخيارين اللي انا قلت لك عليهم دول، ان هو يكمل قصف في اسرائيل زي ما هو، والقصف بتاع اسرائيل ده هيكمل عشان بس زي ما بيقول كده لحفظ ماء الوجه. في النهايه احنا مستنيين نشوف رد ايران على الضربه دي. ووقت تسجيل الحلقه مجتمع دلوقتي البرلمان الايراني علشان يتشاوروا على غلق مضيق هرمز. هنعرف وهنتابع معاكم اللي هيحصل اول باول. ولو وصلت معانا لحد هنا اعمل لنا لايك واشترك في القناه، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك خلاصه الحلقه. سلام.